مثلا من الخطأ أن نقول أن أحكام الإسلام مطلقة. احنا عندنا عزاء بهالجلسة، احنا نريد نكتشف الخلل، وين الخلل؟ هي الحشود ما بها خلل يعني على الأقل أخوك سيد صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف، يعني أكو تناقض بالموضوع. أنا أشوف هذول جاي يشوهون الدين، أنا أحرص منهم على الدين. أنا أشوف هذا الدين الآن ممسوخ، وليس فقط هذا الدين ممسوخ كبيرة، يعني هاي مبالغة طبعا. عندما يتحول الدين، خصوصا مثلا التشيع، يتحول إلى ضرب السلاسل واللطم ومشي ملايين تمشي للكربلاء ومليارات تصرف ولا فيها فائدة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني نفع الناس، هذه الطقوس، هذه ضرب الزناجل مثلا، تطبير، شنو فائدته؟ شنو ينفع الناس غير تشويه شمعة الشيعة؟ الآن كل العالم يضحك علينا، يقول ذول ايش قد همجين، ذول قد متوحشين. أما طقوس أكو يضرب قامة على رأسه ويشوه المنظر الشارع وعشرات ومفجع فشي، وعلى فشي ما عنده مبرر. شوف المسألة هنا، ذول رجال الدين خلوا جميع الأمور غيبية. غيبية شنو؟ يعني نقول لك إذا تمشي خطوة لزيارة الحسين يعني أنت أجرك كالشهيد في سبيل الله. مستفادين شيء، يعني الفقهاء مستفادين شيء، حاطين بجيبهم شيء؟ هي مو إلا بتجيب. لا شلون؟ هاي القداسة اللي في أنظار الناس للفقهاء، وكأنما هم نواب الله في الأرض. عند الشيعة واضح أنه هو نائب الإمام صاحب الزمان، غير الأموال المليارات اللي يحصلوها. هذه امتيازات عظيمة وبلا حساب وكتاب. الوزير قاعد يبنون بها جوامع، يبنون بها بيوت، يبنون بها أشياء مهمة، يبنون بها حوزات. وين يا جامع؟ احنا عندنا مشكلة في الجوامع، لو عندنا مشكلة في المستشفيات، في دار اليتامى. الآن كل مدينة وكل قرية بها يتام. شوف ايام دار يتيم، دار ايتام بنوا هي. السيد الخميني يقول النظام في ايران نظام الهي وما عداه النظام طاغوت. كلها يجب ان نرفضها ونتمسك بهذا، فقط هذا النظام هو نظام الهي من الله.